السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. في البداية متنساش على إخواننا في فلسطين، ويلا بينا نكمل قصة مالديني. في سنة 94 استطاع المنتخب الإيطالي يوصل لنهائي كأس العالم، بس خسروا لقب ضربات الجزاء. وفي الكرة الذهبية حقق مالديني المركز الثالث، وفي السنة اللي بعديها حقق مالديني المركز الثاني في الكرة الذهبية. في موسم 96 اعتزل باريس، ومالديني أصبح هو كابتن الفريق، وحاول السير أليكس فيرجسون ضمه عندما طلب من والد اللاعب أن يضمه، ولكن مالديني الكبير رد عليه بتصريح تاريخي: جدي هو ميلان، ووالدي هو ميلان، وأنا ميلان، وابني هو ميلان. ومالديني برضو كان عاشق للميلان بالمعنى الحرفي، وقال لا أستطيع أن ألعب إلا للميلان. من بعد موسم 96 كابيلو رحل، والجيل الذهبي بدأ يعتزل معظم لاعبيه، وكان في فترات متذبذبة للميلان، ولكن الميلان قدر يفوز بالدوري موسم 99 على حساب لاتسيو بفرق نقطة واحدة. وبعده برضه كان فترات متذبذبة وتخبط، وبعد كده مسك أنشيلوتي الفريق وقدر يرجعه لمصيدة التتويج عام 2003 عندما فاز بدوري أبطال أوروبا. وفي نفس السنة قدر مالديني يحقق جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي. وفي موسم 2005 اللي كان فيه النهائي الأشهر لما لعب الميلان ليفربول في النهائي، وقدر مالديني يفتتح التسجيل في الثانية 51 كأسرع هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا. قدر ميلان يضيف الثاني والثالث، ولاعيبة ميلان كانت بتحتفل بالتتويج في غرف الملابس ما بين الشوطين. جزاء. الله، حلوة حلوة حلوة، يا سلام يا سلام يا سلام. لسميتشر فلاديمير، هوب واحدة في البعيدة، والكرة كانت من هاموش. جول، بنالتي. بنالتي تلعب من بيرلو. مرة بيرلو تقدم يشوت باللقب 4 مرات، 77 78 81 84 بالمرمى، ويتقدم سيرجينيو ويشوت. تقدم يشوت جول. بيرلو الامل الواحد، تقدم يشوت على سيسي. الدور على سيسي، ركلتين هاي الثانية لليفربول. سيسي جول جول. سيسي الدنماركي دال توماسون، تقدم توماسون جول. توماسون سينحصر الامل وامل بيسجل الكرة الرابعة الان للميلان. كاكا يتقدم بحب جول، يتقدم لتسجيل الرابعة والركلة الرابعة، يتقدم سميتشر ويحطها بالجول. الامل الاخير للميلان، الامل الاخير للميلان. 4 ركلات للميلان سجل منها كاكا، لو سجل تستمر، لو لم يسجل خسر 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 الاي ميلان. اي ميلان بعد لكن الميلان عاد وقدر ان هو يوصل لنهائي 2007 وقدر يفوز باللقب. وكان مالديني ساعتها كان عنده 38 سنة، وكان افضل مدافع في البطولة. في فبراير لعب مالديني المباراة رقم 1000، وفي 24 مايو 2009 كانت اخر مباراة لمالديني بقميص ميلان، وقرر ان هو يعتزل، وقررت الادارة انها تحجب القميص رقم 3. قدر مالديني ان هو يحقق الدوري 7 مرات، و5 دوري ابطال اوروبا، ولقب كاس ايطاليا، و5 القاب سوبر ايطالي، و3 سوبر اوروبي. وقدر انه يفوز بكاس العالم للانديه عام 2007 مع الميلان. بس مالديني ما كانش محظوظ مع المنتخب، لانه ما قدرش يحقق ولا بطوله، ولا كاس العالم، ولا بطوله الامم الاوروبيه، على الرغم انه وصل لنهائي البطولتين. هي تكون انتهت قصه مالديني، بس في النهايه خليني اقول لك شويه تصريحات من اللعيبه عن مالديني. قال علي كارلوس بيقول النادي الوحيد اللي ممكن اروح له هو ميلان، واترك برشلونه، لان صوره مالديني ما زالت معلقه على حائط الغرفه لدي. خالد البيرو، هناك لاعب جيد، وهناك لاعب نجم، وهناك اسطوره، ولكن فوق كل هذا يوجد مالديني.